عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي فصول من الذاكرة رفقة الزميل حمدي بركتي. فصول من الذاكرة، حوار مع الماضي وقراءات في التاريخ. فصول من الذاكرة، إعداد وتقديم حمدي بركتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأفاضل، سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا بأن ألقاكم ضمن عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي تعيشي فصول من الذاكرة، برنامج نخصصه للحديث عن ذاكرتنا التي تحوي الأحداث التي جرت وقائعها في ثورة الفاتح في نوفمبر وما قبلها وما بعدها في هذه الحقبة التي يتحدث فيها أو يناقش فيها البرنامج. كما طبعا تعودنا على أن نتحدث عن أحداث الثورة، سواء من أفواه الرجال الذين صنعوا الأحداث الثورية أو المجاهدين، أو نتحدث عن الشهداء ثورة التحرير من خلال شهادات من نعرفهم وأهلهم، أو نتحدث عن الثورة من خلال الباحثين والمؤلفين والمؤرخين، أو نتحدث عن الثورة من خلال الناشطين والفاعلين في حقل التاريخ، سواء من جمعيات أو من شباب ناشطين في هذا المجال. شاب من شباب لا تمثيل له نشاط حافل في مسألة التدوين التاريخي من خلال لقاءات التي قام بها مع كثير من المجاهدين في منطقته، هكذا من تلقاء نفسه طواعية لأنه يحب هذا الموضوع، موضوع التاريخ، ولأنه نشأ في بيئة وفي عائلة ثورية. هذا الحافز أو هذه التربية التي أخذها في المراحل الأولى هي التي من أجل أن يتطوع بإمكانياته الخاصة المادية من أن يقوم في بداية الأمر بالتسجيل ورقيا، ثم بعد ذلك التسجيل سمعيا وبصريا. طبعا كل هذا مستمعي الأفاضل من واعية يعني من إمكانياته الخاصة. وأنا دوما أذكر وأقول بأنه الآن ونحن نعيش في عصر التطور التكنولوجي الهائل، وخصوصا مع توفر الإمكانيات الإلكترونية والوسائل الإلكترونية توفرها يعني بشكل هائل، ومع وجود أبائنا المجاهدين الذين لا زالوا على قيد الحياة والذين لا زالت ذاكرتهم حية محافظة على ذاكرة الثورة، فلا بأس أن نسجل معهم، بمعنى أن إنسان يكون والده أو تكون جده أو والدته أو جدته، ولما لا يأخذ مسجلا، حتى أن الأجهزة الذكية للجوال أو للنقال فيها طبعا سواء عن طريق التسجيل الصوتي أو عن طريق التسجيل بالفيديو، يعني لحد الآن إمكانيات متطورة جدا، بمعنى أن خشية تذهب ذاكرة المجاهدين أو أنهم أيضا والموت حق على كل حي، لأن قبل وفاتهم لا بأس أن نسجل ما تحفظه ذاكرته من أحداث ثورة التحرير، وربما عن الإذاعة والتلفزيونات ممكن وصولها لمجاهدين وأبناء المجاهدين ممكن فيه صعوبة أو فيه تأخر ولغير ذلك، ولكن خشية أن تذهب هذه الذاكرة لا بأس أن يجتهد الشباب، وخصوصا الحمد لله أن كل العائلات والأسر فيها ناس مثقفين وطلبة جامعات وأساتذة وغير ذلك. هذا طبعا بين قوسين. لم يستقبل أحد أبناء ولكن أحد الشباب الذين ذكرت في البداية بأنه إماما منه بأهمية كتابة التاريخ والتدوين التاريخي، فقام بمجهود لمدة سنوات وهو مشكور عليه. أردت أن أنوه به كعينة من العينات وأقدمه كنموذج ربما يحتمي به كثير من المهتمين بالتاريخ. استقبل في الاستوديو الأخ الكريم محمد الشريف من منطقة بلدية عين الخضراء، الذي ربما في السنوات الأخيرة كان شغله الشاغل هو
الحفاظ على ذاكرة بعض المجاهدين المنطقة من الزوال، كتب عنهم، التقاهم، سمع منهم، كتب، دون في صفحته في الفيسبوك، ثم بعد ذلك تطور به الأمر. أعتقد سيتحدث عن هذه التجربة إلى أن يسجل معهم بالصوت والصورة. أيضا نقدم نموذج ممكن يحتوي به الكثير من الشباب الجامعيين وأيضا المثقفين بشكل عام، من أجل أن ننشطات الذاكرة الموجودة في أذهان أبائنا قبل أن يغادروا، تغادر ذاكرتهم، لأن الذاكرة مع الكبر يصبح الإنسان ينسي، أو يغادر هذه الحياة لأن المتحق. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك أخ محمد. الله يسلمك. سعيد جدا بأن أحضر معي في الاستوديو. منذ مدة نحن نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن اليوم أنت حاضر معي. مرحبا، أهلا وسهلا. الله يسلمك، ربي يحفظك في سعادتي. طيب يا أخي محمد، ربما السؤال الأول، يعني أنت أحكي لك فاجأتك فكرة أنك تصبح تكتب في صفحتك في الفيسبوك على بعض الرموز النضال والثورة يعني في منطقة عين الخضراء، فاجأتك الفكرة وكيف بديتها يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد. أخي سيدي، البداية يعني كانت ربما يطول الحديث عن البداية، لأن كانت منذ الصغر. نعم. منذ الصغر كنت أحتك بالمجاهدين، وخاصة لمعطيات أخرى، سواء معطيات مادية أو معنوية. من بين المعطيات أنني كنت أنا أعتز بالقومية صراحة، لأنني جزائري ونحب نكتب في يوم من الأيام نكتب تاريخ تاع بلادي. نعم. هذه من بين المعطيات. المعطيات المادية هو احتكاكي بالمجاهدين في قسم عين الخضراء. نعم. منذ الصغر. كذلك في يوم من الأيام الانطلاقة نتاعي في كتابة تاريخ الثورة أنه مستمد كما قلت في البداية منذ الصغر، منذ نعوم العافري، المرحلة الابتدائية لما أصبحت أتقن اللغة، أتقن القراءة والكتابة، فرغت المكتبة الحائطية التي موجودة في بيتنا. كان بيت الأسرة الكبيرة، عبد المجيد كان من المعلم، كانت عنده مكتبة حائطية زاخرة بالكتب سواء الدينية أو التاريخية. نعم. بين الكتب يعني على سبيل المثال كنت بين الكتب تاريخ الجزائر العام، مجلات تصدرها جمعية المسلمين، مجلات تصدرها جبهة التحرير الوطني، كان هو دين المشتركين ناشطين في هذه المجلات يعني. وكانت مجاتيك. وبالنسبة للكتب كنت نور اليقين لطه حسين يحكي عن السيرة النبوية، فقه السيرة، ابن كثير، المهم طابع ديني وطبع. وكنت دوما قلت لك شغوف بالمطالعة، المطالعة شغوف للدرجة. لما فتحت عينيك وسط مكتبي وجدت كتب حولك، فطلعت عليه في مرحلة صغر هي حتى هذه الرغبة والشغف في الكتابة والقراءة. بالفعل حتى أصبحت في مثلا المرحلة المتوسطة ولا المرحلة الثانوية كنا كي ندرسوا التربية مثلا ولا فيما يخص تاريخ الجزائر، كنت من بين المتفوقين صراحة. المنهج الآخر لما طلعت المتوسطة كانت أنا من دوار الاستعمار، يبعد هذا الدوار عن مقر البلدية ومقر المتوسطة 6 كيلومتر. وكان في البلدية ثم جدي الله يرحمه الحاج حمو هو رئيس أمين عام قسم التعيين الخضراء. حمو شريف. هي الحاج حمو شريف. كنت أنا كل مساء لما أنهي الدراسة تاعي أذهب إليه حتى أعود معه للبيت. لما أدخل أجد دوما يجلسني مع المجاهدين الموجودين هناك، مثل المقدم الحاج الأخضر كما الحاج بن إسماعيل، مجموعة كبيرة من المجاهدين، موسى الحداد اللي كانوا يشكلوا معاه قديما اللجنة الخماسية، ومعهم شغل الكاتب تاعهم الحاج شرحبيل ساعد في رقيق المجموعة هذا، لأن نلقاهم موجودين. أنا كنت نحتك بهم وكنت اعتز بهم حتى وليت صديق لهم. لما يخلص الدوام احنا الآن نتحدث محمد في مرحلة السبعينات أعتقد. هي في أواخر السبعينات. نعم. لا حتى نحدد بين المدة الزمنية أواخر السبعينات بداية الثمانينات، لأني كنت أدرس المتوسطة في الخلاء. المهم
بعد تشغل في التجربة من هذا الاحتكاك بهم، ولحقت المرحلة وين بعد حوالي 88 89 غرست فيها فكرة كتابة المقال. هاي كتابة المقال. المهم وش كنت اتبع جريدة الشعب، حتى لو انا نكتب ونبعث ونرسل الجريدة حتى حوالي سنة 1991 92 الكتابات كانت كتابات البداية كاش الانطلاقة بزاف ما بديتش على الثورة. الثورة جاي كان منعرج اخر اللي خلاني نكتب على الثورة. الكتابات كانت على فلسطين جريحة ومصير مجهول مثلا خرج. كان هذا كان من بين المقالات اللي خرجت لي. كان اول مقالة خرج لي افكار في التعريف. لما قريت الجريدة في هذاك الوقت وخرجوا لي كانت الشعب والشعب كانوا جرائد قليلة والشعب يخرجوا لي مقال وليت نستفهم ولاو الشغل اعتمدوني عاد بينها افكار في التعريف الى اين هل البطاله من حد قالوا العرب قالوا مجموعه من القيادات الجريحه في 93 الاغلبيه كتبها في 93 ولكن المنعرج اللي رايح نقول لك عنه خلاني نكتب على الثوره اصلا هو في يوم من الايام عمي هذا صاحب المكتبه النجيب يكتب مقال بعنوان ذرات من تراب تعيدني الى الماضي ونشرها تم نشرها في الشعب وفي المساء. هذا لما كنت انا معاه يعني في ولكن هو يكتبها لقد صدام كبير سواء على المستوى المحلي ثم في البلديه والله في جمع قراء وردود وكذا ومنا. هذه بدايه منهج خطير انا اثرت فيها هذه مباشره. اتجهت وين الحاج حمو. يودي انا حاب نكتب تاريخ المنطقه. هذا بديت انا يعني الله يرحمه ما رجعنيش. هذه في اي سنه كانت يعني؟ هذه سنه قلت لك في 93 نعم 93 بديت نكتب معه. هو يرويني وانا اكتب ولكن كانت الامكانيات محدوده. للاسف الشديد ما عنديش وين ننشر ما بعثت مقالات كما هذه كما كتاب تحياته وهذه بعثت الجرائد بصح ما استقبلونيش. نعم وليت كما يقول الاخر تمشي نتبع المجاهدين نسمع منها من شيخ كنت مره ما حاسب بطاله في ذاك الوقت. نعم فراغ هذيك خلتك لابد ان تملأ الفراغ نتاعك هذا من خلال الاستماع للمجاهدين على غير المجاهد موسى الحداد الله يرحمه رئيس فرقة الفدائيين في اثناء الثوره. المهم مشات اسمه كتبت على الحاج ولكن نشر للاسف الشديد ما كانش الامكانيات نبعث الجرائد ما يستقبلونيش. مؤخرا بعد ظهرت هذه وسائل الاتصال. طبعا انت في المرحله هذه تكتب ويعني تخبي ام تكتب؟ نكتب وكما يقول الاخر نحتفظ بهم ام نحتفظ بهم لان الكتاب كما كان هذا الكتاب هذه اسمها الحاج حمو لان لا رحت لها انا مش معناها بدرجه القرابه انه جدي. نعم لانه قرابه جدي او ذريات من تراب تعودني الى الماضي ثاني الشهيد القدور جدي مش بسبب القرابه ولكن لان الحاج حمو انا نسمع من الناس بانه رئيس اللجنه الخماسيه وكان ملم بتاريخ الخضر هذيك اللي جاء. المهم استمريت في الكتابة وبعد حتى عقبت رامي بعدها رجعت الكتابة حتى حاولت في يوم من الأيام حتى حاولت ندير الشعر. يعني كما كنت تقول لي الفراغ يخلي الإنسان أنه يعمر ذاك الفراغ وشيء ممتاز لما الإنسان يعيش فراغ ويعمره بالقراءة والكتابة والاحتكاك فهذا أمر مهم وأثاره نتائج انعكاسات تظهر فيما بعد اعتقد تجسدت يعني في السنوات الاخيره. اذا محمد شريف اعتقد ان المرحله التي مررت بها انت منذ الصغر كما ذكرت لي فتحت عينيك في وسط
في وسطين. الوسط الأول هو وسط القراءة والكتابة بوجود هذا الكم من الكتب والمجلات، والوسط الثاني هو وجود هؤلاء المجاهدين الذين كنت تختلف من جلساتهم بين حين وآخر مع وجود الحاج حمو شريف رحمه الله رحمه في هذا اليوم. إذا ثم بعد ذلك أن نمر مباشرة إلى مرحلة النضج. ممكن هذه كنت تمر بمرحلة كتابة يعني إنسان يتكون يعني ويسكن مهاراته في الكتابة، مهاراته في القراءة، مهاراته في معالجة الموضوعات. أعتقد أن المجلات التي كانت والجرائد التي لم تكن تأبه لمقالاتك ممكن وجدت فيها عدم نضج، أما الآن فأنت في مرحلة النضج الحمد لله. طيب هذه مرحلة النضج كيف بدأتها؟ شكرا. أنا جاي مرحلة النضج كيفاش بدأت؟ نعم. قلنا لما انتشرت وسائل الاتصالات هذه التواصل الاجتماعي وهذا المهم الاتصالات بصفة عامة، وجدت أنا بالنسبة لكتابة عين الخضراء تاريخ عين الخضراء أو المنطقة بصفة عامة، منطقة عين الخضراء يعني صراحة مثقف فيها رغم أن تخرج بمثقف فيها وحتى قيادة، ولكن لم يعطوا أهمية لكتابة التاريخ أبدا أبدا إلا مؤخرا لما ظهرت هذا الجيل هذه الجديد هذا. لذلك الله يبارك فيك إن شاء الله. فكرت باللي لازم نكتب تاريخ، خاصة المظهر لازم نكتبه بأي طريقة. صحيح. وليت أول كتابة كتبت، وليت أعدت صيغة هذيك ذرات من طرف يدني الماضي زدت وسعت فيها. أنا شخصيا تحكي على الشهيد الله يرحمه جدي قدور الشريف الله يرحمه، ومباشرة ثاني كتبت على جدي الآخر اللي هو الحاج حمو الله يرحمه، كتبت تاريخه وحياته. لما كان من بين الناس اللي كانوا منسيين في ذلك الوقت الشهيد زين السقاي نعم الله يرحمه. نعم. وليت ضابط جيش تحرير عسكري الناحية الرابعة نعم. عسكري الناحية الرابعة. توجهت مباشرة، شفت نروح مرة على مرة نزور البيت نتاعهم، نلقى الصورة تاعو مع الجدارية تاعو والصورة مع الأقل، ولكن ما كان حتى فكرة على هذا الإنسان، واحد ما يعلم بالتاريخ تاعو فكان رغم أنه عسكري الناحية. توجهت مباشرة المجاهد درويش ربي يطول في عمره. توجهت اسمه حميدة والمربية تاعو أو كما نقولوا احنا عندنا يقولوا السلفة تاعو مطخوه يقولوا هذا اللولة الشريف ربي يطول في عمرها. قلت لهم احكيوا لي على هذا الرجل، على هذا الرجل التاريخ منا يقولوا عسكري الناحية من التاريخ واحد ما ذكره. ليه وش من السبب؟ قالوا ما كان حتى سبب، ولكن ما كانش حتى واحد اتصل بينا وكتب تاريخ الإنسان هذا. وليت مباشرة هزيت المسجلات تاعي وذهبت رحت لهم، هدرت مع هذه المرأة ربي يحفظها، جابت لي بالتفصيل الممل كيف انطلق، كيف بداية شكون اللي غرس فيه فكرة النضال. جيت اتصلت باسمه درويش نفس اللقطة ونفس الحكاية ونفس الرواية ولكن درويش كان عنده معلومة أكثر خاصة في قضية الاستشهاد تاعو. درويش كان أيضا معه في الجيش، وحكيت لي حتى كفاه كما تبليس نقولوا هنا مصيبة والسفر تاعو لتونس وهذيك الأمور، واللي أنا دونتها من بعدها مباشرة داروا الاحتفالية تاعو. لا بعد ذلك بدأ اهتمام بهذا الرجل يعني مثل الاحتفالية، وايضا بدنا عليه احنا ثاني ايضا حصار في كنا قد تنقلنا يعني معاه كاذاعه مع وفد كبير في البلديه الى منطقه القصبات اين حدثت تلك المعركه، ووجدنا ايضا بعض المجاهدين من منطقه القصبات منطقه سفيان او الجاوس. المهم هذيك البلديات جاءوا كثير من المجاهدين اللي يعرفوه لأنه كان عسكري الناحية، وأيضا شوفوا المكان اللي استشهد فيه. إذا ممكن أنت كانت يعني من بين اهتمامك بهذا الرجل أيضا أعطى نتائج طيبة اهتمام كتاب تاريخ المنطقة. ونشكر من هذا المنبر نشكر حميدة بركات على التسجيل اللي داروا وكنت تحضر فيها رواية على حياة الشهيد بالنسبة نكمل لك بالنسبة اللي مشيت من بعدها ثم زادت تولدت الذكرى وتوسعت أني توجهت مباشرة
زدت ذهبت سجلت أنا، رحت للشيخ الحاج حميدة زرقي، رحت البيت وسجلت معاه ونشرت وش كان يحكي وكذا منه. والحاجة الثانية المرة التالية رحت للشيخ شرحبيل سعد، مجرد شرحبيل سعد، ربي يطول في عمره إن شاء الله. لأن له أنا مباشرة له نروح لهذه الأحياء هذا، أنا خفت على انقراض الذاكرة في هذه الخبر خاصة لأنه كنت مسارع، ولأنه ما كان حتى واحد دار استفادة بالنسبة لهذا الناس. وفيها يعني الناس اخرين كما هذا ممكن كان ما يعرفوش الناس بزاف، احمد شرعه هذا اللي سجلت معاه، هذا بالنسبه وكاينين اشخاص اخرين سجلت معاهم، يعني ما نقولكش شكون نكملهم لك. مجموعه كبيره كما محمد طويل، مجاهد محمد طويل، مجموعه من المجاهدين تاع الخمراء المناضلين هذا الذين يعني جيد. طبعا محمد ممتاز انه الانسان يكون عنده هذا الشغف وهذه الرغبه. طبعا لو انك تحدثنا على مشارك، يعني هنا لم نريد ندخل في التفاصيل وش قالوا لك وش ما لم يقولوه، يعني على كل حال ما تتحدث لك انت. انا اردت في البدايه كما ذكرت للساده المسلمين ان نقدم شخص نذر جزء من وقته وجزء من امكانياته للتدوين وتسجيل شهادات التاريخيه للمجاهدين، لان ممكن اذاعات وتلفزيونات لا يصلون الى كثير من الناس، ولكن هذا الفراغ يعمروه امثالك. يعني طبعا انت شعورك وانت تسجل مع هؤلاء وانت تجلس اليهم، كيف لنا هذه المشاعر؟ والله مشاعر لا توصف صراحه. البدايه قلت لك انا وليت ولو اصدقاء بالنسبه لي، لانهم لا اصدقاء لي، لاني منذ نعومه اظافري وانا احتك بهم في القسمه، مش عام ولا زوج، عاده المتوسطه 4 سنوات. 4 سنوات، حتى كان من بينهم موسى الحداد المرحوم موسى الحداد الله يرحمه المجاهد الكبير، كان موسى العماري ملقب الحداد. نعم الله يرحمه مخلوق، كان والله يجلس معايا في الاريكه امام البلديه وريحه شيخه وهو بابتسامته العريضه، يعني تصور انا كسبت المقدم الحسين، هذا من الناس كسبتهم ملاك، كسبتهم انا الصغير، ومهما بعدت اسمه لما نجي يستقبلوني ويعانقوني مش صغير. اذا الشعور نتاعي انا اعتزاز فخر بهذم الابطال صراحه، انا افتخر بهم لانهم لا نحكيلكش، لاني حتى البيئه اللي عشت فيها، حتى الاسره نتاعي سواء في الاستعمار او في الاسره بالذات شريف، تفخر ثاني مش انا بدون رياء ولا افتخار، لان تفخر بالناس هذا. كل منطقة وعندها. نعم، لأن كانوا منطقة فيهم المجاهدين، فيهم الشهداء، فيهم المنظمين، فيهم حتى لأنه الشعب تاع المنطقة أيضا كان يقدم المرأة لتغسل لتطبخ لخرج السر ولا غير ذلك. هذا الكلام الشعبي كما قال هذا الشهير الشعب، لأنهم هذه أرموا بالثورة على الشارع. هؤلاء من الشعب الذين قصدهم بالمهدي في مقولته. زيد كمل لك على بالك الاحساس اللي احساسني ما قلت لك لا يوصف، اني لما نبقى ريح امام مجاهد اعامله باحترام كبير الى درجه انني احس انني ابنه ولده او واحد من اهله، حتى وصل ببعض المجاهدين يستدعونني من اجل التسجيل معهم وكتابة تاريخهم. والله شهادة لله جاوني من برهم. جميل. من برهم. بالمناسبة نسيت، كنت نحتك تاع برهم ثاني، مجاهدين تاع برهم على غرار عمر عبد القادر الله يرحمه المجاهد الكبير. كنت يعني هذا اللي خلاني نتلاقى وياه تقريب درويش، مجاهد درويش شريف، هذا اللي تقريب يعتبر هو في نفسه
هو كقاموس كتاريخ في المنطقة، وعنده قدرة كبيرة على التواصل يعني مع أنا كثير من الأعمال اللي قمت بها سواء أعمال إذاعية أو أعمال أخرى يعني حتى في الوثائقية كان درويش يعني سبب أو رابط أو أساس أو حلقة من حلقات الربط بيننا خصوصا بين مجاهدين منطقة الأوراس، ولذلك حد الآن يعني عنده علاقة بهم على كل حال. محمد أيضا نبقى دوما يعني في مسألة التدوين، كيف ترى تفاعل الناس القراء سواء بالمثقفين أو غير المثقفين مع ما كنت تدون أو تكتبه في وسائل التواصل خصوصا في صفحتك في الفيسبوك؟ لأنه الصبر تاع الناس وتعليقات الناس واستقبال الناس لهذه المعلومة التي أنت تكتبها أو تدونها على، لأنه هو الذي سيعطيك قوة أخرى روحية من أجل استكمال المسار. كيف كان يتفاعل معك؟ بارك الله فيك. اسمح لي أنا نرجع لهذه النقطة برك. أني نذرت نفسي لكتاب من أجل كتاب التاريخ هذا أن أعتمد على المعلومة الصادقة، على المصدر. والله لو لم يكن المصدر سواء المصدر نفسه أو أقرب الناس ليه أو سبب من المجاهدين الأقرب عليه ما نكتبش صراحة. هذا ما يؤسفني أن القراء كان بعضهم فعلا يتفاعل وعنده روح أن يتفاعل ويعلق حتى نقول لهم انتقدوني يا اخوان، انتقدوني فيما اكتب، انتقدوني معليش انا نحاول نوصل المعلومة الصحيحة وحماية لتاريخ هذه المنطقة الذي كان مدفون. وكاين بعضهم ممكن هذاك إذا رجعنا الفيسبوك أعجبني أو ما شابه ذلك، وكاين تختلف الجمهور قرها باختلاف العقليات. يعني حتى اللي يجيك يقول لك لماذا لم تذكر فلان، يقول لك لماذا تذكر فلان ولا تذكر فلان، حتى يجيك يصور لك باللي هذاك جده او ابيه في درجة ما نحكيش. لا، هذا السبب لان الذاكرة الحية الحقيقية انظهرت صراحة. انظهرت بموت أصحابها وأصحابها. لا أنا صراحة اسمح لي أنا قبل تكون هذا يعني نذكر كما الربيع مباركي وهذا كلهم يكتبوا هذوك واحد الشباب الشباب يكتبوا مؤخرا على التاريخ. زيد ممتاز. أنا والله يعجبني يعني صراحة، والله لا عندي حتى منطقة الجهوية ذاك ما عنديش. أنا نحب نحي تاريخ على الخطأ سبحان الله. أكتب على أي إنسان مثلا يعني هذا تاريخ يعني ذكرت لك قبل ما تسجيل قلت لك لابد أن نجرد كتاب التاريخ من الذاتية. بارك الله يعني مش نكتب على فلان لأنه جدي ولا عمي ولا بن عمي ولا منطقتي، بل أكتب لأن هذا الرجل يسأل. بارك الله أن هذا الرجل قدم في زمن ما خصوصا زمن الثورة نفسه فداء لهذا الوطن، أن أكتب عنه وأضعه في مكانه اللائق به. لعين الخضراء رجالها يا شيخ، لعين الخضراء رجالها أبطال أذاب بذلوا أنفسهم وأرواحهم في سبيل القضية الجزائرية في مغفرة، وهم ذكرهم مصدر إلهام للناس الشباب اللي بعدهم. صحيح سبحان الله. مثلا أنا نجيب لك مثال، من منا لا يعرف مهد الصالحية، من منا لا يعرف إبراهيم شرقي، من منا ما يعرف محمد الراجي، من منا يعرف هذا من الناس فهم السقاي، من منا يعرف الحاج حمو، من منا لا يعرف محمد طويل مبارك العلوي، مجموعة يعني الحاج عبد الحميد سقاي. نعم. الحاج عبد الحميد سقاي، الشهيد سقاي، بي حميدة، الحاج حميدة. يعني هذا من الناس. الشيخ عبد الله المرحوم عبد الله بركاتي الذي دوخ المستعمر. صراحة دوخ حتى لدرجة انه لما دوخهم حرقوه بالنار. والله البارحة كنا مجتمعين في البيت وجبدنا يعني كما يقول الاخر يطول الحديث، جبدنا عبد الله استحضار الله انه لما امسكوه حتى طلبوا يدلهم على المجاهدين كانوا يذهبوهم الى كما نقولوا لها مخابئ قديمة متهرية، حتى لما ملوا منه حرقوه بالنار.
لا يكون هذا رمز للرموز. نعم. هو شاب وصغير في العشرين شاب وصغير بالعشرين. وجات المناسبة أنه لما ريح أخوه مسمى عليه ريح عليه على ذكرت الكتبة لأنها غلبة صارت لي أخوه مريح لما اسمه عبد الله ذكره قال له إيه أنت قال له دروش أنت اللي أخوك عبد الله. وبدأت القصة تمشي. نعم. وبدأ يحكي عن طبعا في كثير من الشهداء وأبطال يعني يحتاجوا صراحة أننا نتحدث دوما رسالة أبلغها يعني للشباب. لو أننا الآن نسافر بذاكرتنا إلى ذلك الزمن ونحط نفوسنا في الظروف اللي كانوا فيها والاستعمار أهل الاستعمار في كل مكان، تجد أنت منطقة أو عرش أو دوار مخلصين للوطن ومش بايعين وفيهم شباب مجندين سواء التحقوا بالثورة أو يشتغلوا ثم كفدائيين وكمسلمين ولا ذلك، والاستعمال الفرنسي بعمليات التمشيط وبالأعين نتاعو ولا ذلك. حط أنت نفسك في ذيك المرحلة ويخرجوا لك شباب في العشرينات من عمرهم ويسبلوا ويشدوه مثل كما حكيت أنت على السيد عبد الله بركاتي ويشدوهم وما يقرش ويحرقوه وما يقرش والمرة تاكل بجسده وما يقرش. أي بطولة مثل هذه البطولات. يا ولدي شوف لذلك فلا بد أن أثمن أنا بهذه المناسبة أثمن يعني مثل هذه الأنشطة اللي تقوم بها في محمد شريف والأنشطة يقوم بها كثير من الشباب يعني واللي راهم الآن ينوروا في الرأي العام. والحديث مش لينا احنا عمر ممكن احنا رانا معاصرين المجاهدين ولكن الجيل القادم لأن هذا الأمر يبقى أنت الذي كتبته سواء أنت كنموذج أو يعني عن كثير من النماذج اللي أنا نشوف فيها تنشط في وسائل التواصل ما يخلوهاش في وسائل التواصل، لابد أن تنقل إلى كتيبات وفي أهل الخير وفي الناس اللي تدعم مثل هذه الكتب وتبقى، لأنه ممكن في وسائل التواصل قد يروح قد يجي نهار وقت من الأوقات هذا الفيسبوك يروح تجي أمور أخرى. ولكن هذه المعلومات لأن أنت عندما تأخذ من أفواه المجاهدين أنا عندي الآن لو أننا أطلعك على أرشيف الإذاعة عندي عشرات من الشهادات من المجاهدين توفوا الله يرحمه الله أكبر المجاهدين. وعندما أقول لك مجاهدين قادة من قادات جيش التحرير. أنا عندي شهادة في ساعتي للطبيب الولاية السادسة في شريف خردي، عندي ساعات لقائد المنطقة الأولى وقائد المنطقة الرابعة في محمد حجار رحمه الله. عندي كثير يعني هم اللي حضروني فقط اللي كانوا قادة من قادات في الثورة يعني سواء في الولاية. ولذلك أنا أثمن ما كتبته وما تشتغل عليه وهذا شيء مهم جدا وأحييك وأحيي كثير من الشباب الناشطين في وسائل التواصل. لك رسالتي هذه كرسالة أهلا رسالتي أن ما تخلوش هذه فقط في وسائل التواصل، لابد أن تنقل وتصفف. سيأتي يوم تطبع إن شاء الله ويستفيد منها الجيل القادم. شوف سهل بالك قاطعك هذا جديد يحتسب لك خاصة هذا برنامج من فصول الذاكرة هذا لأن قبل المسيرة هذه ما صراحة واحد ما يعلم مجاهديها وشهدائها حتى جات هذه الحصة هذه مش راني نجامل فيك لا العفو هاي حتى جات الحصة هذه. أنا واحد من الناس ما تتبعي الحصة هذه مش نقول لك صراحة كاين أيام وتجينا هاي وتتبعي الحصة يعني شوف فيها كل ما هو جميل كل ما هو يحيي ذاكرة الجهاد بالنسبة لولاية الجهاد. ناس ما نعرفهمش صراحة كنا ناس ما نعرفهمش ولكن عن طريق هذه الحصة الحمد لله ولله. والله فكرتني في واحد من المجاهدين وكان أحد الأبطال يعني في الولاية الثالثة بعد ما سجلت معه تقريبا 5 حلقات قال لي الآن نقدر نموت ونرتاح الحمد لله يا شفت. لا لأنه مسألة وين لأنه في مجتمع في الحي نتاعو يسكن وجد تثمين من عند المستمعين الله يبارك وممكن مثلا يوجد تثمين من القراء نتاعك مثلا في الصفحة ان شاء الله. هذا التثمين هو اللي يعيد الروح لهذا المجاهد. هو يحس بأنه قدم لهذا الوطن ولكن غبرة والتاريخ بدأ ينسى وكأنه هو هاز شحنة داخل خرجها عن طريق مثلا الإذاعة أو ممكن عن طريق الكتب أو وسائل التواصل. فعندما خرج هذه الشحنات حس براحة قال لك الآن أنا أموت وأنا أريح. أنا ما أردت أن أقوله يعني صراحة محمد أنه ما تقوم به أنت أو يقوم به بعض الناس مهتمين بالتاريخ هو عنده قيمة وعنده ثمن قد لا تعير أنت اهتمام ولكن له قيمة تاريخية وتتعرفها مستقبلا.
والله الحديث معك طول محمد الشريف، خليك تقول كلمة أخيرة في هذه المناسبة وهذه الدردشة، يعني الدردشة حميمية أكثر منها يعني جلسة أخرى. تفضل يعني لك الخط بأن تقول يعني كلمة في هذا الحوار. الكلمة الأخيرة اللي راح نقولها إن شاء الله، أنصح الشباب خاصة الشباب المثقف أن يحافظوا على هذه الثروة هذه اللي راح تضيع من بين أيدينا. الثروة هي مش معناها الثروة هي ستار فقط، الثروة نقصد بها المجاهدين اللي مازالوا أحياء والمخلصين اللي كان عندهم دور صح فعلا. لأنني أنا مثلا لما نجي نكتب كما قلت الشخص عندي في البداية من ناس ثقات، لازم نتأكد من الشخص هذا باللي ما عندوش خلفيات صحيح، سواء مع فلان أو مع فلان. والله الرب الوحيد لأنه يعلم بهذه حقيقة خافية نفسي أنني لا أكتب إلا من مصدر موثوق به 100%، وإلا لا أكتب. وصية الشباب أن أولا يحافظوا على الذاكرة هذه، ثانيا يواصلوا ويرشدوا سواء في مجال التواصل الاجتماعي أو في مجال الكتاب التأليفات أو ما شابه ذلك. لأن الأمة التي ليس لها تاريخ أمة ميتة. صحيح، أمة ميتة. لا أطيل الكثير من الحديث، لا أطيل عليكم من الحديث. أولا أشكر السهم الذي استضافني شكرا جزيلا، وإن شاء الله ربي يوفقه مع الناس خير كما إن شاء الله. أثمن الحصة، أثمن هذه الحصة من فصول الذاكرة والتي تجد فضل إن شاء الله عند مش عند الشيوخ والمجاهدين، حتى عند الشباب إن شاء الله. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك الأستاذ محمد شريف، الناشط والمدون في جمع شهادات المجاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونثمن ما تقوم به وما يقوم به كثير من الشباب المثقفين المهتمين بتاريخ منطقتهم أو مناطقهم من خلال وسائل التواصل. أدعو كل السادة المستمعين، الشباب خصوصا الآن وسائل التكنولوجيا مثل ما بدأت الحصة أختمها، وسائل التكنولوجيا الآن متوفرة، الأجهزة الذكية الهواتف متوفرة، بمعنى أنه لا تنتظر ممكن يعني مؤسسة إعلامية أخرى أن تصل إليه، قد لا تصل أو قد تتأخر، ولكن ممكن الأجل ويؤخر وصول هذه المؤسسات لوالدك لجدك لجدتك، فأنت فقط